جايب لك منهاوة جامدة جدا، وعلشان كده ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بتبدأ حكايتنا في ساحة معركة، وفي العديد من الناس واقفين بيتفرجوا، وبنشوف واحد في المعركة مستواه وصل ل 200، وبيبقى ماسك واحد مستواه اقل منه ومحطم وشه خلاص، وبيتحدى صاحب المستوى 200 باقي الاشخاص اللي مستواهم بيكون اقل منه بكتير. وعلى غير المتوقع بيكون الجميع متفاجئين ان في شخص وصل للمستوى ده، وبنشوف غرفة فيها زبالة ومبهدلة جدا، وفيها واحد كحيان قاعد بيلعب وفرحان انه وصل للمستوى 200. لا 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 ما تقولش. وبيبدأ يفتكر الصعوبات اللي مر بيها علشان يوصل للي هو فيه، وبنعرف ان هو بيكافح لمدة 5 سنين وقاعد 24 ساعة قدام اللعبة، ومش معرف حد في اللعبة بقوته علشان يفاجئهم ويهزم اقوى الابطال اللي فيهم، ولسه هيقول لهم يفتكروا اسمي وخافوا مني والحاجات دي كلها، وبيلاقي اللعبة بتفصل منه، وبيكون مصدوم صدمة السنين ومش عارف اللعبة فصلت ليه. في اللحظة دي مرة واحدة بتظهر رسالة انه تم منع حسابه اللي هو وصل بيه لأقوى مستوى من اللعبة، وده لانه بيستخدم اساليب غير شرعية وبيغش في اللعبة، وبسبب ده بيتعصب جدا لانه ضيع 5 سنين من حياته على اللعبة، وفي لمح البصر كل اللي عمله راح في الارض، وبيضرب الشاشة بايده وبيكسرها، وبسبب انه شاب كحيان جدا وحظه زي الزفت الشاشة بالكهرباء، وبيقعد على الكرسي وهو مش قادر خلاص بسبب الكهرباء وشكله هيموت ولا ايه، وبنكتشف انه اغمى عليه عادي، واول ما بيفوق بيلاقي نفسه بيتسحب لمكان تاني، ولان حظه زي الزفت اول ما بيوصل للمكان ده بيلاقي حد بيضربه وبيلزقه في الحيطه، وبيكون في سيوف مرميه في الارض، وبسبب الضربه دي بيكون مش قادر خلاص. البطل ده شكله سواء هنا او في عالمه الحقيقي واخد على عينه. المهم بياخد سيف وبيقول له انا كده كده شكلي بحلم، ولو قتلتك في الحلم مفيش اي حاجه هتحصل لي، ولسه هتبتدي المعركه وهيضربوا بعض، ولكن بيوصل واحد مفسد للمتعه وبيوقفهم هما الاتنين، وبيسحب بطلنا من قفاه وبيمشي بيه، وبيكون مصدوم من قوه الواد اللي بيسحبه ده. في اللحظه دي بتوصل الذكريات ليه، وبيفهم انه مش في حلم، وانه انتقل لعالم تاني، وان العالم ده زي العالم الحقيقي، ولكن حدثت عاصفه ناريه دمرت كل حاجه في العالم، وانتشر وباء بيحول الناس لزومبي، والاشجار اتحولت لوحوش، واصبح هذا العالم غارق في الفوضى. ولكن من الناحيه التانيه في ناس بقى عندهم قوه نجميه، ودول بقى بيبقوا اقوى من الناس العاديين ب100 مره، وبنشوف واحد شكله محارب كبير وبيؤمر باقي الاشخاص انهم يرجعوا للقريه، وبنعرف انه والد بطلنا. ومش بس كده، لا المؤلف بيضحي، بنعرف انه محترف قوه نجميه من الرتبه ال5 وهو قائد المدينه، وبنروح لبطلنا اللي بيكون قاعد على السرير وفرحان لان ابوه هو قائد المدينه والنحس فك خلاص، لكن الحلو ما بيكملش، بيكون متضايق لان ما عندهوش قوه وما بيقدرش يتدرب حتى. في الوقت ده بيوصل ابوه اللي بيطمن عليه وبيقول له عامل ايه يا جو، وبكده بنعرف ان اسم بطلنا هو جو. ولما بيشوفوا جو بيقول هو ده ابويا، ده شكله زي اي حد تاني مش محترف ولا اي حاجه، وبيقول له انا عرفت اللي حصل وانك خدت العلقه التمام، بس ما تتضايقش من العم يو، هو عاوز مصلحتك مش اكتر، وبيقول له تعالى ساعدك لعل وعسى قوتك النجميه تستيقظ مره واحده، وبيمد ابوه بالطاقه وبيطلب منه انه يحاول يستخرجها معاه، وبيتاثر جو من محاولات ابوه المستمره في مساعدته على استخراج القوه، وبيقول في نفسه انا مش جو القديم ولازم هيبقى عندي قوه كبيره ومتفجره، ولكن بعد ساعتين من المحاولات الفاشله ما بيحصلش اي حاجه، وبيتصدم جو اللي مش مصدق اللي بيحصل، ومش كفايه تبقى منحوس لا وتبقى اضعف واحد كمان. وبعد التدريب بيعتذر لابوه باحباط وبيقول له انا مجرد شخص عبيط مش عارف يستخدم قدراته، فبيهديه ابوه وبيقول له ما تخافش يا ابني، طالما انا على قيد الحياه اعتبرني القوه الخاصه بيك، واستريح شويه علشان اليوم كان طويل، وبيسيبه وبيمشي. في اللحظه دي بتظهر رساله بتفاجئ جو وبيبقى مكتوب فيها هل تريد تفعيل نظام اللعبه، وبيلاحظ جو ان دي شخصيه اللعبه اللي وصل فيها للمستوى 200، وبيفكر جو شويه وبيوافق في النهايه، وزي ما هو كان متوقع بتكون شخصيته في اللعبه، ولكن الفرق انه بيبدا من المستوى الاول، وبتظهر الخصائص بتاعته في اللعبه، وبيكون في متجر وخروج من اللعبه والعديد من الاشياء، ولكن هو ما بيقدرش يفتح غير قائمه المهارات، وبيحبط جو انه في عالم حقيقي ولو اتقتل هيموت في الحقيقه ومش هيلاقي مكان يتدرب فيه بمستواه المنخفض جدا ده. في اللحظه دي بتنادي عليه الخادمه وبتقول له ان الطعام جاهز، وبيكون جو في حاله ما تسمحلوش انه ياكل اصلا، كميه احباط غير طبيعيه تسد النفس. واول ما بيفتح الباب وبتدخل الخادمه وبيكون لسه هيزعق لها، ولما بيشوفها ما بيقدرش يكمل كلامه، وبنلاحظ ان في نافذه معلومات جنبها، وبيبدا جو المنحرف يفكر في حاجات غريبه ملناش دعوه بيها،
وبيقوم من على السرير مرة واحدة وبيمد ايده زي الزومبي. فبتسأله انت بتعمل ايه يا عم انت؟ بيبتسم ابتسامة غريبة كده وبيقول لها انه عاوز يتأكد هل الحاجات دي حقيقية ولا لا. فبتسيبه وبتمشي. فبيقول لها انه قصده على لوحة البيانات بتاعتها مش اكتر. شكلنا ظلمنا المحترم جو وحصل سوء تفاهم ويا ريت نحسن الظن شوية. المهم لما بينزل جو علشان الطعام بيلاحظ انه مش عارف يقرأ مستويات ابوه، وده لانه واحد من المحترفين في القوة النجمية. وتاني يوم بيخرج الشارع وبيشوف الناس العاديين وبيكون اقوى منهم بفرق صغير جدا. وبيقابل في طريقه لان اللي بنعرف من لوحة البيانات بتاعته انه مستخدم فنون قتالية. وبيقول له لان مش قائد المدينة قالك ما تنزلش التدريب الفترة دي علشان ما تدخلش في حالة اكتئاب كالعادة. بيتجاهل جو كلامه وبيقول له باستهزاء هي البلد دي فيها اسلحة ولا ايه الكلام. فبياخده لان لمنطقة تدريب الرماية وبيقابل هناك يان اللي بيكون مستخدم فنون قتالية وفي المرحلة التانية. وبيستهزأ بجو هو واصدقائه وبيقولوا له انت سبت كل التدريبات القتالية وجاي تتدرب على الرماية. ما بيهتمش جو بكلامهم وبيقول لهم انه فعلا جاي يتدرب على الرماية والتصويب وبيسيبهم وبيروح يتدرب. بيتفاجئوا من كلامه ما بيكونوش متخيلين انه عبيط للدرجة دي، لان مهما اتدربت على الرماية مش هتقدر تواجه مستخدم فنون قتالية وتتغلب عليه. وبعد ما جو بيخلص تدريب بياخد الرشاش معاه وهو ماشي وبيتصدم يان من الوضع اللي هو فيه، لانه ما كانش متخيل ان الصعلوك جو هيتحول 180 درجة وينزل يتدرب. ومش بس كده بياخد السلاح معاه علشان يتدرب بيه بعدين. وبيتحرك جو لبوابة المدينة فبيوقفوا لان وبيعرفوا انه على الرغم ان معاه سلاح الا ان الخروج من المدينة خطر جدا. فبيطمنه جو هو متحمس وبيقول له ما تقلقش انا عاوز اقتل حبة زومبي بس. وبيوصلوا للسور اللي بيكون ضخم وعلى ارتفاع عالي جدا. وبيأكد عليه لان تاني ان السور ده هو اللي بيحميهم من الزومبي والوحوش القوية، وكل ما هو خارج المنطقة دي عبارة عن جحيم موقدة. ومرة واحدة بينط واحد ضخم كأنه وحش من على السور العالي اللي جو ما كانش بيفكر يطلع له بالسلالم اصلا. وبيسألهم ايه اللي جابكم هنا. وبنعرف من لوحة البيانات ان اسمه شو وانه في المرحلة الثالثة من الفنون القتالية. وبيطلب جو منه انه يسمح له يقتل شوية زومبي. فبيقول له شو زومبي مين بس انت عاوز تجيب لي مصيبة؟ ارجع يا عم للمدينة دلوقتي. وفي الوقت ده بيهجم الزومبي على المدينة. فبيقول له جو ما تفكرش تسيبني وتروح لوحدك، انا عارف انكم شايفيني عيل صغير ومش قد المسؤولية بس سيبني اخد فرصتي المرة واحدة ارجوك. بيفكر شو شوية وفي النهاية بيقرر انه يدي الجو المسكين فرصة. وبيوجه جو سلاحه على واحد من الزومبي وبيشوفهم كأنه في لعبة بالظبط. وبيفكر هل لو كده قتلهم هياخد نقط خبرة. وبيضرب النار وبتيجي في دراع واحد من الزومبي ودراعه بيتقطع ولكن نقط دمه يعتبر بتكون زي ما هي. بيزعق له شو بيقول له انا ابن تيتي ان خليتك تجرب، انزل ياض من هنا. بيتجاهله جو اللي بيركز على نقاط ضعف الزومبي وبيضرب عليهم ومن اول طلقة بيموت الزومبي. وبيفرح جو لما بيكتسب 100 نقطة خبرة بعد قتله للزومبي. وبيبدأ يفرتك في باقي الزومبي التانيين وبيكتسب نقاط خبرة كتيرة لحد ما مستواه بيرتفع. وبتظهر هالة غريبة على جو وبيكون حاسس انه اخيرا لقى الراحة اللي بيدور عليها. وبيتقدم شو وبيشجعه وبيقول له رغم انك لسه مبتدئ لكن عندك الموهبة المطلوبة. بيشكره جو على التطبيل ده وبيلاحظ ان محدش شايف الهالة الزرقاء اللي ظهرت عليه. ولما بيفتح لوحة البيانات بتاعته بيلاحظ انه بقى زي اللعبة معاه نقط يزود بيها مهاراته وقوته. وعلى الجانب التاني واحد من رجال الشو بيبلغوا انهم لقوا بلورة نجمية فبينزلوا علشان ياخدوها. وبيشرح لهم شو ان البلورات دي بتتقسم لانواع على حسب لونها. وبيعرفوا انه البلورة اللي لقوها دي اقل نوع فيهم لان لونها ابيض. بس على الرغم من كل ده انها بتكفي شخص عادي لمدة اسبوع. وبكل تلقائية بياخدها جو وبيديها للمعلم شو وبيقول له هاتوا بيها اي حاجة وروقوا على نفسكم انت والحراس. وبيقول لهم اعتبروها في مقابل مقاطعتكم وانتوا بتحرسوا البوابة. وبيتصدم القائد والحراس من كرم جو. وبعد مرور نصف شهر بنشوف جو اللي وصل للمستوى الرابع ومهاراته كلها اتطورت. وبيجي شو بيناوله طبق اكل وبيسأله انت بقالك فترة طويلة بتتدرب على الرماية، انت هتسيب الفنون القتالية ولا ايه؟ فبيقول له جو بكل تلقائية ان مستخدمين الفنون القتالية بيخافوا من الرصاص ولازم يستغل نقطة ضعفهم ويبقى اقوى منهم. فبيفهموا شو ان الكلام ده بيتطبق على الضعفاء منهم ولكن المقاتلين من المرحلة الرابعة واعلى ما بيهتموش بالرصاص وبالنسبة لهم لعبة اطفال يعني. بيرد عليه جو انه هيفكر في طريقة تدريب مختلفة بس المهم انه يبقى اقوى من الاول. وفي اللحظة دي وفي الجانب الخارجي للبوابة بالتحديد بنشوف عربية متوجهة في اتجاههم بسرعة جنونية والزومبي بيهاجموا عليهم من كل مكان. وبنعرف ان دي العربية اللي والد جو خدها وخرج هو وفريق البحث. فبيتحرك جو بسرعة وبيدمر الزومبي وبيساعدهم في الوصول للمدينة بأمان. وبيسأل شو قائد المدينة عن اللي حصل معاهم وخلاهم في الحالة دي. فبيقول له القائد ان الوضع غير مبشر بالخير لان الزومبي في حالة هيجان ولازم نشدد الحراسة على المدينة. وبيستنتج جو ان ابوه بيخبي حاجة عنهم لان العربية متحطمة جامد والمقاتلين المحترفين متصابين وفي حالة يرثى لها. واثناء طريقهم للمدينة بيأمرهم القائد انهم يوقفوا العربية وبيتكلم مع صديقه المصاب من الزومبي
زومبي، وبيقول له انت عارف ان فاضل لك مده قصيره وتتحول لزومبي. وبيطلع القائد مسدسه وبيحطه على راس صديقه في الفريق وبيطلق النار عليه بكل اسف، وبيعم الصمت المكان وجو مصدوم من اللي بيحصل وبيدرك ان حياه الانسان لا تقدر بثمن. ووقت تناول جو الطعام الصدمه بتكون لسه مأثره عليه، ولما الخادمه سو بتساله ما بتاكلش ليه بيرد عليها بخوف وفزع انه ملهوش نفس. فبيتكلم معاه ابوه بيفهمه انه لازم يضحي علشان ينقذ حياه الاخرين، وبيأمره انه ما يخرجش من البيت الفتره دي، وبيخلي الخادمه سو تراقبه. وتاني يوم بيهرب جو من الشباك وبيسيب رساله لسو بيقول لها ما تقوليش لابويا ان خرجت من البيت، وبيتوجه هو ولان للغابه. وكالعاده لان العبيط بيحاول يمنعه لانه خايف عليه، لكن جو بيقول له انه بدأ يشعر بالملل من الزومبي ولازم يغير. فبيعرفوا لان ان وحوش الغابه في مستوى اعلى بكتير من وحوش الزومبي الكحيانين اللي انت كنت عمال تقتل فيهم بقالك شهر. وبنعرف ان جو ما دخلش الغابه لانه حس بالملل ولا حاجه، ولكن هو عاوز يكسب نقط خبره ويرفع مستواه في اسرع وقت. وبيعارض لان قرار دخولهم للغابه وبيقول له لو استمرينا في التقدم انا مش هقدر احميك. فبيوجه جو سلاحه عليه وبيقول له انت عاوزني ابقى ماليش لازمه، سيبني احمي نفسي يا عم انت. وبيروحوا المكان مليان تعابين سامه، وحتى المقاتلين من المرحله الثالثه ما بيقدروش عليها. وبنشوف عدد كبير من التعابين حوالي 53 تعبان، ومع ذلك بيتقدم جو علشان يواجههم بكل شجاعه. بعدها بيرجع جو للمدينه وبيمسي على الحارس ببلوره بيضه وبيقول له عالج بيها اختك المريضه، وبيسيبه وبيمشي. وبيبكي الحارس من الفرحه وبيشكر جو. وهم في طريقهم للمدينه لان بيتكلم مع جو بيساله انت هتدي لحم التعابين للميتم زي كل مره ولا ايه؟ فبيقول له جو انت عرفت منين؟ بيرد عليه وبيقول له يا اخي ارحمني، بقالنا نص شهر بنودي لهم لحمه، لو بعناهم كان بقى عندنا ثروه دلوقتي. ولما بيوصلوا للميتم الاطفال كلهم بيفرحوا بوجود جو وبيجروا عليه، وبيكون لان حزين لانه كان شايل لهم اللحم طول الطريق ومحدش بيعبره. وبتتكلم معاه صاحبه الميتم وبتقول له انها سمعت ان الافاعي دي متوحشه جدا وبتطلب منه انه ما يأذيش نفسه علشان يساعدهم. فبيطمنها جو بيقول لها ما تخافيش انا اقوى منهم بكتير. وبيتدخل جوزها وبيقول لها انت ما تعرفيش ان القناص جو ممكن يهزم اي وحش برصاصه واحده ولا ايه؟ وبيخلع جو للبيت، وهناك بيقفش ابوه وبيساله انا مش امرتك ما تخرجش من البيت؟ لا ده انت خرجت وكمان ماشي تتمخطر في كل حته شويه. بتعتذر الخادمه سو بتعرفه ان دي غلطتها لانها سمحت له بالخروج من البدايه. بيقول لها القائد لا مش غلطتك، انا عارف ابني هيعمل اللي في دماغه مهما حصل. وفجاه ابوه بيقول له انت بقى القناص الشهير اللي بتقتل التعابين السامه وعامل قلق في المدينه كلها. بيرد عليه جو بتواضع انه اكتشف ان عنده مهاره الرمايه مش اكتر ولا اقل. بيقول لابوه ماشي بس ما تقربش من القرويين دول تاني. بيصطدم جو بيساله انت بتقول كده ليه؟ فبيعرف ابوه انه لو استمر في مساعدتهم هيعتمدوا عليه وهيبقوا مشكله ليه في المستقبل. بيسكت جو وهو محطم ومش عارف يرد عليه. وتاني يوم بنشوف يان والعصابه بتاعته وبيسال يان اتباعه مين الافضل في الرمايه هو ولا جو. بيرد عليه واحد منهم بتلقائيه ان جو هو الافضل، وبيكون يان متعصب جدا وبيقول لهم ما تجيبوش سيرته قدامي. وفي نفس الوقت بيظهر جو اللي بيسلم عليه، فبيرد عليه يان وهو كاتم مشاعر الحقد والكراهيه جواه وبيقول لجو ايه الصدف الحلوه دي انا كنت بدور عليك. بيتجاهله جو وبيمشي، فبتنفجر مشاعر يان المكبوته وبيزعق له وبيقول له انا مش بكلمك. بيقف جو بيقول له في حاجه ولا ايه؟ بيبتسم يان ابتسامه خبيثه وبيقول له انا سمعت ان في شائعات كتير بتقول انك ماهر في التصويب، ايه رايك نعمل تحدي انا وانت ونشوف مين الافضل؟ بيسيبه جو وبيمشي للمره الثانيه وبيقول له ما عنديش وقت الحاجات دي. بيتسرع يان وبيقول له ايه رايك اللي يكسب في التحدي ده هياخد بلوره خضراء. بيتفاجئ الجميع ويركز جو كده جوهره خضراء الفرصه دي مش هيلاقيها كل يوم. وبيقول له بحماس انا قبلت التحدي، فين المعركه؟ بيتوتر يان وبيقول له ايه رايك نخليها في التصويب على الاهداف المتحركه؟ بيقول له جو ايه العبط ده انت عاوز تموتني من الملل ولا ايه؟ ايه رايك نخرج نصطاد الوحوش لمده يوم والشخص اللي هيرجع باكبر كميه هو اللي هيفوز في التحدي. بيتحول يان لخشبه من الرعب، ولكن سرعان ما بيوافق وبيأجل التحدي لمده اسبوع علشان يستعدوا هما الاثنين. وفي الغابه بنشوف جو اللي بيهاجم دبان عملاق، ولكن المره دي مختلفه لانه بيهاجم لاول مره بسيف مش برشاش، والدبانه دي بتكون سريعه وعملاقه جدا لدرجه انها ما بتموتش رغم ان جو بيهجم عليها في نقط ضعفها. وبعد العديد من المحاولات بينجح جو في القضاء عليها. وفي الوقت ده بيوصل خبر التحدي للقائد وبيكون واثق في جو انه هيفوز بالتحدي. وعلى الجانب الثاني وخارج اسوار المدينه بنشوف شخص واقف على مبنى وبيكون مستمتع بحج الزومبي الضخم اللي متوجه للمدينه. الراجل ده انا مش مرتاح له وشكله كده ناوي على حاجه مش كويسه. وداخل المدينه بيخرج جو من البيت وبيكون
اتشهر في المدينة كلها خلاص، والناس بيشجعوه في التحدي وكده، وبيكون لام مذهول من الشهرة اللي جو وصل لها. فبيقول له جو ما تستغربش قوي كده، الناس شخصيتهم بتتغير مع مرور الوقت وهيكونوا نسيوه عادي. وفي احدى الطرق بنشوف القائد وهو متوتر بسبب التحدي بتاع ابنه جو، فبينصحوا اصدقائه انه يلغي التحدي لو عاوز، لكنه مع خوفه وقلقه على سلامة جو بيكون واثق في قراره. وبيروح جو عند حداد المدينة وبيطلب منه قوس، وبيتفاجئ الحداد من طلبه ده لان مفيش حد بيستخدم الحاجات دي دلوقتي. وعلى الرغم من ده بيفتكر الحداد انه كان عنده قوس، ولكن القوس ده وزنه 300 كيلو ومحدش هيعرف يتحكم فيه، وبيديه لجو بمناسبة انه اول مرة يشتري من المحل وكده. وبيخرج جو بره المحل وبيجرب القوس، وفعلا بينجح في استخدامه، وبيتصدم لان القوس تقيل جدا وصعب التحكم فيه، وبيترعبوا هما الاتنين لما بيلاقوا السهم اللي جو حدفه راشق في راس الست العجوز اللي كانت ماشية في الشارع. فبيتكلم لام مع جو وبيقول له تعالى نتدرب خارج المدينة بكرامتنا. وبيروح جو بيعتذر للعجوز ولحسن الحظ بالسم، وبيقف الحداد في صمت لما بيمسك السهم لان جو اصاب الدبانة اللي كان بيطلق عليها بنجاح. والمرة دي بقى بنشوف جو هو بيصوب على الدبان اللي بجد في الغابة، وبيقتل العديد منهم بسهولة على عكس اول مرة، وبينجح اخيرا في الوصول للمستوى ال15. ولانه وصل للمستوى ال15 بيكتسب مهارة الضربة المزدوجة ومهارة الطعن في الظهر، انا بقول نسميها مهارة الغدر احسن. وبيكون جو عاوز يجرب المهارتين دول، فبيسأل لان على مكان وحوش اقوى من الدبان، فبيقول له عاوز تعمل ايه يا مجنون. وبيوصل جو لان عند غابة خيزران ضخمة جدا، وبيكون لان عاوز يمنع جو من الدخول لان فيها خنزير بري متحول، والمقاتلين من المرحلة الخامسة بيخافوا يواجهوه. وكالعادة جو ما بيهتمش بكلامه وبيدخل الغابة، واول ما بيدخل بيهجم عليه الخنزير بسرعة جنونية، ولحسن الحظ بيتفاداه في اخر لحظة. ولان بيقف قدام جو وبيقول له اهرب انت بسرعة، فبيعرفوا جو انه مش هيعرف يعمل حاجة معاه، وبيطلب منه انه يستخبى في مكان تاني وهو هيواجهه بنفسه. وبيتحرك جو بسرعة ناحية الخنزير وبيستخدم كل من مهارة الضربة المزدوجة ومهارة الغدر، والخنزير يا عيني ما بيستحملش وبيموت بعد الغدر اللي اتعرض ليه ده. واخيرا جو بيكون مستمتع لان المهارات اللي اكتسبها مفيدة جدا، ولان ما بيكونش مصدق نفسه لان جو هزم الخنزير البري، بس بيعود لحالته الطبيعية لما جو بيعرفه انه هو اللي هيشيله وهم مروحين للمدينة. ولما بيرجع للبيت ابوه ما بيكونش عارف هو المفروض يكون فرحان ولا خاف من جو بسبب قوته اللي عماله بتزيد يوم بعد يوم. وبيستغل جو اللحظه وبيطلب من ابوه فلوس علشان يراهن على فوزه في المسابقه. وبيروح ليان اللي بيتدرب بكل ما عنده من طاقه لانه عاوز يهزم جو في التحدي هزيمه ساحقه ويحطم معنوياته. واخيرا بيجي يوم التحدي وبتتملي ساحه المدينه بالمشجعين اللي بيشجع يان واللي بيراهن على فوز جو. وبس كده، يا ترى مين الشخص الغامض اللي ظهر خارج المدينه؟ وكمان مين اللي هيفوز في التحدي ده؟ هل هو يان ولا جو؟ وما تنساش تكتب لنا كومنت في توقعك ورأيك في الملخص. ولو وصلت لهنا فحب اشكرك على مشاهدتك للفيديو ده، وما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة. وسلام.